اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. شايفين بقى شكل الفراخ وجمالها وحلاوتها؟ طعمها رهيب جدا. فراخ متبلة تتبيلة تمام، تقولي هو الحاتي نفسه، محلات الحاتي هم اللي عاملينها والمشاوي. نبدأ الفيديو بتاعنا على طول، وما تنسيش تقولي اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. انا هعمل هنا اكتر من فرخة، لكل فرخة بصلتين كده متوسطين الحجم، مش كبار قوي. عليهم تقريبا قرنين 3 كده من الفلفل، ولو انت بقى بتحبي الفلفل يكون مشطشط كده حطي كده، وحابه فراخك تكون مشطشطه حطي قرنين كده من الفلفل مشطشطين. لكل فرخه حوالي 3 4 فصوص من الثوم، وحطيت كل الخليط الحلو ده في الخلاط. تعالوا بقى نقول البهارات السهله والسريعه والبسيطه. لكل فرخه معلقه ممسوحه من الملح وفلفل اسود، كله معلقه ممسوحه، ومعلقه ممسوحه من البابريكا، معلقه ممسوحه من بهارات الفراخ، ونص معلقه بس من القرفه، يعني نص معلقه صغيره مش كبيره، ومعلقه ممسوحه من الكزبره، ومعلقه ممسوحه من الكمون. نزلت كمان بعصير ليمونه كده اهو كامله لكل فرخه، عليها معلقه كبيره من الخل. طبعا ضفتهم في الخلاط، الخلاط مش هيمشي. تضيف لهم كده حوالي نص كوبايه من الميه، ومعلقه بس من الزيت، وبس كده. الفراخ بقى الحلوه دي تكوني غسلاها كده غسله تمام، وتحاولي كده وتعصري عليها ليمونه كده حلوه علشان تشيلك اي روايح وزفاره للفراخ انت مش حباها. طب ابتديت بقى ان انا هعمل مساج حلو كده بالتتبيله الحلوه دي للفراخ، وابتديت ان انا اعمل كده فتحات صغيره للفراخ بالشكل اللي انتوا شايفينه. في ناس بقى بيحبوا لو الصدور بتاع الفراخ بتكون كبيره، يحبوا ان هم يفتحوا الصدر بزياده، او ان هم يظبطوا الصدر بتاع الفرخه كده، بحيث ان التتبيله بتاعته تبدا ان هي تتغلغل فيه كلها. بصوا بقى فتحات كده صغيرة لكل ورك من الفراخ او لكل صدر من الفراخ، وبس كده. كل ما قعدتي الفراخ في التتبيلة وقت اطول كل ما كانت افضل. انا بصراحة ما كانش عندي وقت، وعلى طول سبتها يا دوبك نص ساعة وعلى طول دخلتها. قبل ما ادخلها كده اهو قطعت 3 4 بطاطسيات وحطيتها كده اهو تحت الفرخه، وزودت بقى كده حاطه هنا اهو، اذا كانت لو انت بقى بتحبي الكبد والقوانص تتبليها معاهم، حطي الرقبه بتاع الفراخ، حابه انك تحطيها مع التتبيله الحلوه دي حطيها، يعني اعملي اللي انت عايزاه. انا بس كل اللي انا زودته هنا اهو زودت البطاطس. دخلت الفرخ الحلوه دي، حطيتها على قاع الفرن بتاعي على درجه حراره عاليه، يعني تقريبا 200. خليها كده اهو لمده نص ساعه. اول نص ساعه على درجه حراره عاليه جدا لمده نص ساعه. بعد كده بترفعيها في رف اوسط لمدة ساعة كمان. بعد كده والحرارة بتكون من تحت بس. آخر 5 دقايق لو انتي حسيتي ان الفراخ محتاجة شواية، بتشغلي الشواية كده 5 دقايق. ادي بقى هنا بعد ما طلعت، طبعا انا اخر 10 دقايق قلبت الفراخ وما شغلتش الشواية علشان تاخد كده من الصوص والحاجات الحلوة اللطيفة اللي نازلة منها. وبعد كده ولعت لها فحم، حطيت لي الفحم معلقتين من الزيت وغطيت عليه. كانت رهيبه. يا رب الفيديو يبقى عجبكم. لو عجبك الفيديو ما تنسيش اللايك، ولا ذكر الله ولا الصلاه والسلام على الرسول عليه الصلاه والسلام.